تخيل انك تصرف على مشروعك عشان تخسر. ده اللي بيحصل بالظبط مع اي براند بيعمل تصوير بروفيشنال، لدرجة ان المعروض للمنتج العميل لما بيشوفه بيتخيل تخيلات فوق المتوقع، فلما بيوصل له المنتج بيتصدم، والنتيجة بتكون زي ما انا هعمل دلوقتي. طلبت الاوردر ده واتصدمت لما شفت المنتج مقارنة بالصور اللي كانت موجودة على الموقع. لا الخامة ولا الشكل ولا اي شيء زي بعض. هل ده زي ده او ده زي ده؟ مستحيل. هو دلوقتي بقى ايه، كسب؟ لا طبعا، هو دلوقتي خسر شحن رايح وشحن راجع، وخسر كمان عميل اللي هو انا. ده غير ان انا كمان دلوقتي بعمل ريفيو ان الحاجة ما عجبتنيش، فاي حد هيشوف الفيديو ده هيتراجع انه يطلب منه، صح ولا مش صح؟ الاصعب كمان ان لو حد سألك ايه رأيك في الابليكيشن ده، هتقول له والله انا ما جربتهوش، بس مرة شفت خديجة جربته وكانت تجربتها معاه سيئة. فتخيل الكلام ده على مشروعك، انك صارف عليه ومن وجهة نظرك كنت بتقدم افضل حاجة في التصوير، ومع ذلك هي دي النقطة اللي تخسرك. وده بقى اللي انا بعمله كيو جي سي كرييتور، ان انا بصور المنتج بتاعك بشكل طبيعي جدا، اكيد بظهره لك على احسن هيئة واحسن شكل، لكن بشكله الحقيقي اللي هيوصل بيه للعميل. ده غير طبعا ان انا اثناء التصوير بتكلم بفكر العميل مش بفكر البائع ابدا، فده طبعا بفضل الله بيحقق لك نتائج عالية جدا. ودي مش شهادتي انا، دي شهادة كل اللي اتعاملوا معايا بفضل الله. طبعا تقدر تدخل الاكونت بتاعي وتشوف نماذج للشغل اللي انا بتكلم عنه، وكمان تشوف رأي العملاء عندي لما جربوا ان انا اصور المنتجات بتاعتهم. وكمان لو حابب انك تشوف نماذج مماثلة للمنتج بتاعك، تواصل معايا على الخاص.